ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنبتدي أول حكاية، أوكي، والحكاية دي هتاخد مننا يعني أعتقد كذا حلقة، هي حكاية طويلة شوية. يمكن الراجل ده وهو بيحكي القصة طول الوقت وأنا كان في دماغي سؤال معين، هو إحنا بنعمل اللي إحنا عايزينه والّا مش دايمًا بنقدر نعمل اللي إحنا عايزينه؟ يمكن الحكاية بتاعة الراجل دي حكاية غريبة شوية وطويلة شوية، و ومرّت بفترات كتيرة أوي في حياته، ويمكن كل فترة في حياته كان في عنده هو سؤال معين. ماشي، ومش كل الأسئلة قدر يوصل لإجابتها، ماشي، وزي ما قُلت لكم قبل كده في الdisclaimer يعني هو في الآخر أنتم بتحكموا أو مش هنقول مش عايزين نحكم، بس أنتم هتبقوا شايفين إيه اللي ممكن يكون صح عمله أو خطأ عمله، ونبدأ نتناقش في إيه الأخطاء من وجهة النظر. إحنا في الآخر عايزين بس إيه، نتعلم من التجارب اللي بتحصل قدامنا. هو الراجل ده مش حابب يذكر اسمه، فإحنا هنسميه الشخص. تمام؟ آآ الشخص ده قصته قديمة شوية، أوكي، هو كان باباه مهندس معماري، وكان باباه بييجي له شغل في كذا دولة، فكان هو كل ما يروح يسافر دولة فبيقوم إيه واخدهم معاه يخلّص الproject ويقوم راجع تاني مصر. ال في مرّة من المرّات آآ كانوا في مصر كانوا في برّه وبعد كده رجع، فرجع هو كان ساعتها في يعني هي ما يوازي تالتة إعدادي يعني، تمام، آآ بس لمّا رجعوا جُم في نُص السنة الدراسية، ف حاولوا يدخّلوه المدرسة، المهم ما نفعش ومش عارف إيه وبتاع، والوزارة قالت لأ خلّيه يتأجّل للسنة الجاية وكلام زي كده. فالمهم مامته يعني كانت حابة أوي إن هو بما إن هو كده هيبقى قاعد فاضي، فليه هو ما يروحش ياخد courses computers ومش عارف إيه وبتاع. والكلام ده كان إمتى؟ الكلام ده كان يمكن سنة 93، 94، كان يا دوب لسه الكمبيوتر بيقول يا هادي وبتاع في السوق. وفعلًا راح هو ابتدى ياخد الcourses والكلام ده، واتعلّم، وبعد كده مامته راحت واخداه وقامت كان في مكتب بتاع كمبيوتر جنبهم كده بيكتب رسالات جامعية وبيعمل ويصلّح كمبيوترز وبتاع، في الناس القديمة تعرف أيام ويندوز 3.11 يعني وDOS وحاجات كده. فراحت قالت للراجل يعني خدوا شغّلوا معاكم ببلاش، هو بس عايز يتعلّم. وابتدى الولد يتعلّم، ماشي، وهنا ابتدى الولد أول سؤال ييجي في دماغه، هو أنا ينفع أكوّن my own identity بقى؟ عرفت إزاي؟ وبعدين ابتدى إيه، يُعجب بنَفْسه، إزاي وييجي له فخر كده بقى، كل الناس بقى ياه! أنت إزاي ولد صغير بتعرف تعمل الحاجات دي، ومش عارف إيه وبتاع، والناس اللي في المكتب يرموا عليه الشغل وهو مبسوط بقى، إزاي. هو طبعًا بعد كده أدرك إن هم كانوا بيرموا عليه الشغل عشان يخلصوا من دماغهم، هم يريّحوا دماغهم هم وهو أنت اشتغل، بس إلا إن هو كان مبسوط، كان حاسس بقيمة نَفْسه وكان حاسس إن هو بيعمل حاجة، وابتدى أول حاجة إن هو يتمرّد على الواقع وزي ما تقول عايز يخرج من عباءة أبوه بقى، أنا لوحدي وأنا I have my own identity وأنا هاقدر أعمل اللي أنا نِفْسي فيه، وابتدى يتعلّم ويشتغل ويترقّى في شغله، لغاية ما ابتدى يُدرك فكرة إنه إيه ده، دي الناس بتشتغلني. الناس طول الوقت أصلًا ب ب بترمي عليّا الشغل، يعني بترمي عليه الشغل عشان هم يريّحوا دماغهم، واخد بالك؟ آآ ابتدى يحس كده إن هو مش فاهم الناس، يعني هي الناس بتفكّر إزاي، عرفت إزاي؟ فكان أول نقطة هنا اتعلّمها في الحكاية دي كانت إنه آآ مش كل اللي بيتقال لك حقيقي. يعني أوكي، ممكن كان في ناس بتشكر فيه برّه، كان في ناس شايفة إن هو شغله كويس وهو فعلًا كان وقته وكان حاجة غريبة يعني إن هو يبقى عنده في السن ده ويقدر يعمل الحاجات دي كلّها، إلا إن في ناس تانية بتقول لك الكلام ده عشان هي عايزة حاجة تانية، وده كان أول درس يبتدي يتعلمه، و وال وال والدرس ده
كان بداية لقصة تانية، لإن هو ابتدى يسأل نَفْسه سؤال تاني. ماشي. آآ طَب أنا إزاي أقدر أفهم الناس، وإزاي أقدر أفهم إذا كان ده بيشتغلني مثلًا والّا ده بيقول الصح، عرفت إزاي؟ ودي النقطة اللي كان عمّال بيفكّر فيها جامد جدًا. فال ال ال ودي يمكن الجزء التاني من الحكاية هيكون هو إيه اللي هو ابتدى يفكّر فيه ويعمله عشان يحاول يفهم الناس. كده. هو يمكن الغريب والمُلفت في القصة دي كلّها إن الشاب ده خَد كمية خبطات في حياته غير طبيعية. و والغريب إن هو كان مستمر، يعني وما زال مستمر. دي النقطة اللي كنت دايمًا أنا مش فاهمها وهو بيحكي الحكاية. يعني إيه القدرة على المقاوحة دي اللي أنت هتشوفها في حياته يعني. إن شاء الله المرّة الجاية نبتدي نشوف هو هيقدر يفهم الناس والّا لأ.